وصفة النهاردة كلنا بنحبها سواء كنا كبار أو صغيرين. عملت البروستد أو الفرايد تشيكن بطريقة سهلة جدا ومقرمشة وجوسي ومن جوه مستوية ولونها فاتح كده زي ما انتوا شايفين. عملت كمان جنبها رز الريزو وهتلاقوا الوصفة كمان موجودة عندي على البيج، ارجعوا لوصفاتي هتلاقوه. أول حاجة عملت محلول النقع وده عبارة عن مية وعليه نص كوباية من الخل وشرايح من الليمون والقرفة الخشب ولومي وقرنفل وفلفل اسود حصى وشوية من الملح. هقلب كده الفراخ في المحلول ده وهخليها نص ساعة على الأقل. بعد نص ساعة ما تعدي هصفيها كويس وهشطفها بمية وهعملها كده فتحات بالسكينة، فتحتين على الأقل عشان ندخل فيهم التتبيلة. أول إضافة هتكون حليب وممكن نستخدم كمان لبن رايب. هنحط كده شوية كافيين نغطي بيهم الفراخ، وهنحط معلقة كبيرة من كل التوابل دي: ملح، فلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، زنجبيل باودر، بابريكا، مرق الدجاج باودر، حبهان باودر، وكاري، وتوابل فراخ. وهخلطهم كويس واتأكد ان التتبيلة غطت كل الفراخ بالشكل ده. هنسيبها في التتبيلة اقل حاجة ساعتين وممكن تقعد لغاية ليلة كاملة. بعد كده هصفي الفراخ بقى كويس من خليط الحليب والتوابل. للكفرنج هستخدم كوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا، وتوابل عبارة عن بابريكا وبصل باودر وتوم باودر وشطة ومرق الدجاج باودر. هخلطهم كويس وانا اخترت البولة دي علشان ليها غطا، وده يخليني اقدر ان انا اتحكم في ان انا اغطي كل الفراخ بطريقة متساوية، لان انا هرج البولة كده وهي متغطية. حطيت كل كمية الفراخ في خليط الدقيق واغطيها بقى وابدأ ان انا احركهم كويس كده علشان اغطي كل الفراخ بالدقيق. هكون مجهزة بولة كبيرة وفيها مية باردة. هطلع كل الفراخ دي تاني على المية وبعدين هنزلهم تاني في خليط الدقيق، واكرر نفس الخطوة تاني ان انا ارج برضو البولة وهي متغطية علشان اغطي كل الفراخ بالخليط ده تاني. في المرحلة دي هكون بسخن زيت على النار، زيت غزير، وهطلع الفراخ من الكفرنج ده واحطه على طول في الزيت وهو سخن. مرحلة التسوية دي مهمة جدا، اننا هنسيبها اول دقيقتين على النار عالية، بعد كده هنهدي النار على نار متوسطة علشان تكون مستوية من جوه. وخطوة مهمة جدا اننا لازم نطلعها على مصفى ستانلس مش مناديل، لان المناديل هنخلي الكفرنج اللي بره طري. المصفى الستانلس هتساعدنا ان هي تفضل مقرمشة لفترة طويلة. قدموها مع الصوص اللي يعجبكم، انا قدمتها مع كاتشب ومايونيز او بي بي كيو. لازم تجربوها بطريقتي وتقولي رأيكم.